مستر عز مستر عز، هو صحيح الشغلانه اللي انا كنت فيها صبي ما ينفعش ابقى فيها معلم؟ يعني لا. ليه؟ يا لا طبعا كلام فارغ يعني. بص على حسب. لو انت ناوي تفتح محل صغير، فور اكزامبل مثلا محل كشري، لازم تبقى بتاع كشري يعني. محل بيصلح احذيه، تمام. لكن when it comes to corporate، يعني عايز تقنعني مثلا السي اوز مثلا هو بيفهم في كل الاوبريشنز؟ هل هو اشتغل بقى محاسب وماركتنج وبرودكشن والى اخره؟ طب هننزل لليفل اقل. السي اف او مثلا هو اشتغل اكاونتنج وكنترولنج وعدى على كل الفانكشن بتاعت الفاينانس والكنترولنج؟ اكيد لا. طيب سؤال تاني بقى قوي جدا. السبلاي تشين قضي دبل عمره عشان يكفر السبلاي تشين كلها. هل هو اشتغل بقى لونج تيرم بلان وشورت تيرم بلان واشتغل وير هاوسنج ولوجيستكس وبيرمنت؟ استحاله. فاللي هنا اللي بيحكم الليدرشيب سكيلز والمانجمنت سكيلز. واحد عنده سي او لشركه فيها اكتر من 100,000 بني ادم على مستوى العالم، هيبقى فاهم ال 100,000 دول بيعملوا ايه؟ ولا كل فانكشن دول بيعملوا ايه؟ مستحيل. فانا ضد، انا بالنسبه للشركات الكبيره انا ضد المقوله دي قلبا وقالبا. لكن انما بالنسبه للمشاريع الصغيره، طبعا اللي يفتح مطعم لازم يكون بيعرف يطبخ اصلا، عشان يضمن النجاح ويضمن الاستمراريه، وعشان يعرف يدي تريننج ويحط البروسيس والجايد لاينز بتاع الناس اللي هتيجي تشتغل، عشان ده سكيل صغير. محل فيه نفرين ثلاثه، لكن الشركه فيها ملايين، لا ما ينفعش.